تفتكر شغلانتك دي تبقى موجودة بعد 5 سنين؟ طب بعد 10 سنين؟ ولا ممكن في يوم تصحى تلاقي روبوت قاعد على مكتبك وبيقول لك شكرا لمجهودك بس من هنا ورايح احنا اللي هنعمل الشغل. العالم بيتغير وكل حاجة حوالينا بتتبدل بسرعة، واكتر حاجة في مرمى النيران دلوقتي هي الوظائف، وخاصة الوظائف اللي ما فيهاش ابداع. طب تخيل انه في 83 مليون وظيفة هتختفي، وده مش كلامي، ده على حسب تقرير منتدى الاقتصاد العالمي في 2023. في الفيديو ده هنتكلم عن ايه الوظائف اللي هتختفي وايه الوظائف اللي هتظهر مكانها، وازاي تجهز نفسك من دلوقتي قبل ما اللعبة تقفل عليك. تابعني للاخر عشان تعرف مستقبلك فين بالظبط. زمان كان الكاشير واقف ورا المكنه سلطان زمانه، دلوقتي في مكنه بتاخد منك الفلوس وبتصورك فيديو كمان. خدمه العملاء، بدل ما تستنى نص ساعه وفي الاخر واحد يرد عليك ويقول لك ايه ده كده يا فندم وانا رسبت الراوتر، دلوقتي في اي بيرد عليك ويقول لك هاو كان اي هيلب يو. ليه ده بيحصل؟ لان التكنولوجيا اسرع وارخص وما بتزهقش، ما بتطلبش علاوه، ما بتطلبش ترقيه، وما بتشتكيش من المدير. بس لحظه، ده كان مجرد البدايه، وبالفعل في وظائف بدأت تختفي زي الكاشير بيحل محل تطبيقات دفع، موظف حجز السفر بقى عندي بوكينج دوت كوم، عملاء بالتليفون بقى عندي شات بوت ورد آلي، مندوب مبيعات بقى عندي ديجيتال كامبينز ومفعولها وجدواها أحسن. الدنيا بتتغير بسرعة جدا، واللي مش هيواكب التطور هيصحى يلاقي نفسه بيقدم سي في لمساعد ذكي وبيقول له آسف حضرتك مش كواليفايد كفاية إنك تشتغل معانا. دلوقتي في مجالات كتير بتتطور، الدكتور مش لوحده، معاه اي بيقارن التحاليل والاشعه بدقه، ومش بعيد بعد كده الكشف يبقى عن بعد. كمان في مبرمجين بيبنوا انظمه طبيه متطوره اسرع من التشخيص البشري. الصحفي بقى صانع محتوى رقمي، المذيع استبدلته ببودكاستر بقى عنده متابعين اكتر من قنوات فضائيه، المونتير بقى في مواقع بتعمل مونتاج في ثواني، المدرس التقليدي بقى عنده منافس اسمه كورسات اونلاين، والطالب بيتعلم من اليوتيوب ومدرس اونلاين في بلد تانيه، والكتب اتحولت لفيديوهات تفاعليه. محامي بيدور في كتب، لا بقى عندي اي بيحلل العقود اسرع. حتى الدليفري بقى في درون بيسلم الطلب دلوقتي وانت واقف في البلكونه. في بقى شغلانات لو كنت قلتها من 5 سنين كان هيتقال لك بالحرف انت بتشتغل ايه يا ابني؟ ساحر؟ صانع محتوى فيرتشوال رياليتي، مدير مجتمعات رقميه، مدرب ذكاء اصطناعي، مدرس اونلاين مستقل، محلل بيانات مستخدمين، او خبير في الامن السيبراني، وغيرها كتير. الخلاصة، السوق بقى بيكافئ اللي يقدر يتعلم بسرعة، مش اللي جاب تقدير جيد جدا ووقف. عايز دايما تبقى سابق بخطوة؟ اسمع دول. اتعلم مهارة مطلوبة زي البرمجة، التسويق الرقمي، تحليل البيانات، أو كتابة المحتوى، أو التصميم. ومش لازم تتقن كل حاجة، بس على الأقل لازم تبدأ بواحدة. جرب الشغل الحر. النهاردة الفريلانسنج بقى مش حل مؤقت، ده مستقبل ناس كتير. البيرسونال براندنج، ابني البراند الشخصي بتاعك، خلي الناس تعرفك في مجالك، خلي ليك وجود على السوشيال ميديا، اعمل بورتفوليو، لانه اللي ما عندوش وجود رقمي كانه مش موجود اصلا. اقبل الجديد وما تخافش من التغيير. التكنولوجيا مش جايه تسرقك، هي جايه تقول لك لو مش معانا هتتساب ورا. لو لسه بتفكر شغلانتك هتعيش ولا لا، فالقرار في ايدك. قول لي في الكومنتات ايه اكتر وظيفه شايف ان هي تختفي، وايه المهاره اللي انت ناوي تتعلمها عشان تجهز نفسك. لو الفيديو ده لمس حاجه جواك وخلاك تعيد التفكير، اعمل لايك وسيب كومنت واعمل سبسكرايب عشان نكمل كلامنا عن اللي جاي. وخليك دايما فاكر المستقبل مش بيستنى حد، بس لو فاهم قواعد اللعبه هتبقى دايما سابق بخطوه.